بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم جمال عبد الستار محمد، أستاذ في جامعة الأزهر، وكنت وكيل وزارة الأوقاف بمصر. لماذا استهدف الدكتور محمد مرسي؟ دكتور محمد مرسي كان أول رئيس منتخب في مصر منذ زمن طويل، وبالتالي كانت المؤسسة العسكرية غريب عليها أن يحكمها أحد من عامة الناس ومن جماهير الناس بعيد عن المؤسسة العسكرية، فكان لابد أن يغتال. الدكتور مرسي انحاز للشعب والاختيار الشعب، وقاوم الاستبداد والسرقات وكل أنواع الغش، فكان لابد أن يتخلص منه. الدكتور مرسي انحاز لقضايا الأمة الكبرى مثل القدس وفلسطين والاستقلال البلاد وعدم التبعية للغير، فكان لابد أن يتآمر عليه من الخارج ومن الداخل. الدكتور مرسي ساهم وكان دائما يصدع بمناصرة المسلمين وحرية الشعوب في كل مكان في سوريا وفي العراق وفي كل بلاد الدنيا، فكان أيضا لابد أن يتآمر عليه. الدكتور مرسي كان دائما ينادي بالمحافظة على القيم وعلى الشريعة الإسلامية وعلى مبادئ الدين وعلى التمسك بدين الله سبحانه وتعالى، فكان لابد أن يتآمر عليه. الدكتور مرسي قال: لن نترك القدس وحدها، فكان لابد أن يتآمر عليه. كل هذا وغير هذا كان سببا من أسباب أن يتآمر أهل الشر في الداخل والخارج على الدكتور مرسي. ما الذي تغير منذ أن غيب الدكتور مرسي؟ ما الذي حدث في مصر بعد أن غيب الدكتور مرسي؟ مصر من الناحية الاقتصادية التي هي عنوان كل البلاد حدث انحدار شديد بل انهيار. فالجنيه بعد أن كان الدولار يساوي 7 جنيهات أصبح الآن قريب من 40 جنيه، وبالتالي حدث انهيار اقتصادي على مستوى عالي جدا. الأسعار تضاعفت عشرات المرات، أصبح هناك إشكالية اقتصادية، الناس لا تجد قوت يومها، ودي إشكالية اقتصادية ضخمة وفي انحدار وفي استمرار. هذا أمر. الأمر الثاني زاد الاستبداد والطغيان، فغلقت صحف وكسرت أقلام وملئت المعتقلات بعشرات الآلاف، عشرات الآلاف من المصريين، أكثر من 40,000 من النساء والرجال والأطفال في السجون والمعتقلات سنوات طويلة بلا أحكام حقيقية وبلا قضاء حقيقي وبلا اتهامات حقيقية. يعرف الجميع أنها كلها أكاذيب ليست من الحقيقة في شيء. الانحدار الاجتماعي والتفرق الاجتماعي والفقر أكل الشعب وأفسده. ثم هنالك الشركات الاقتصادية الكبرى ورجال الأعمال هاجروا من البلاد وتركوها، بل أصحاب الفكر والعلم كذلك تركوا، لأنه لا وجود للفكر مع الاستبداد ومع الطغيان. ثم في نفس التوقيت بيعت أصول البلاد لدول مختلفة كثيرة، فأصول عقارية وأصول تاريخية وأصول ثروات ضخمة للبلد للأسف الشيء تم بيعها بثمن بخس في مقابل شراء الشرعية أن يكون موجودا. الانحدار في كل المستويات. أما عن المستوى القيمي فحدث ولا حرج، حيث غيب الدعاة وغيب العلماء وغيب أهل التربية، فظهرت صورة لم تكن في مصر تماما من صور الاعتداءات ومن التفسق الاجتماعي والتفسق الأخلاقي والنزاعات والشقاق وأنواع وصور القتل والانحدار الاجتماعي بكل صوره وأشكاله. يضاف إلى كل ذلك ما يعانيه أهل الالتزام أو أهل الدعوة أو أهل التدين من غياب المرجعية الشرعية الحقيقية، لأن العلماء قد غيب عدد كبير من أهل العلم ومن أهل الصدع بالحق، غيبوا في المعتقلات أو منعوا من الكلام أو هجروا خارج البلاد. أغلقت قنوات وأغلقت صحف وأغلقت مجلات. هؤلاء أهل التدين الآن لا يجدون فرصة لأن يتمسكوا بدينهم، لأن الحرب شعواء عليهم، سواء كان في وسائل الإعلام أو البطش الأمني الذي لا يترك أحدا أبدا. وبالتالي فالناس يعيشون في ضنك شديد على كل مجالات الحياة، سواء في الناحية الاقتصادية أو في الاجتماعية أو في الدينية أو في الأخلاقية. يخافون حتى على أولادهم وعلى ذرياتهم، وبالتالي لم تصبح مصر كما كانت مصر في العالم بأسره، لا مكانة اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا شيء، ولذلك فيها في انحدار كبير ما كان يخطر لأحد على بال. المعارضة أو الذين يواجهون الانقلاب، الذين يواجهون في الانقلاب في الداخل لم يترك النظام
أو الاستبداد والطغيان والانقلاب في الداخل فرصة لأي أحد أن يتكلم، فملأ المعتقلات بالإسلاميين وغير الإسلاميين حتى من بعض العسكريين الذين هم يقولون للسياسة هذا لا يجوز أو هذا خطأ، فلم يعد هناك فرصة لأحد أن يعبر عن رأيه في داخل مصر أبدا. أما في خارج مصر فالمصريون الذين يواجهون الانقلاب للأسف الشديد يواجهون تضييقا شديدا حتى في البلاد التي آووا إليها. بعض تلك البلاد آوتهم بطريقة أو بأخرى، لكن للتغيرات السياسية التي تحدث في الإطار السياسي في العالم لا، هنالك تضييق حتى في بعض الدول العربية وفي غيرها، تضييق عليهم، وفي بعض الدول يطلب منهم أن يخرجوا، وفي بعض الدول العربية يتم ترحيلهم وتسليمهم إلى مصر رغم أنهم عليهم أحكام إعدام، وهذا حدث في أكثر من دولة خليجية للأسف الشديد. فتضيق الأرض عليهم، ولكنهم ينتسبون الحق ويصدعون بالحق ويصبرون على ذلك، وعندهم يقين في الله سبحانه وتعالى أن الحق لابد أن ينتصر. عائلة الدكتور محمد مرسي هي عائلة تحملت ما لم يتحمله أحد، ليس من الآن، منذ أن رشح الدكتور مرسي للرئاسة وهم يعانون ويتحملون، لأنها لم تكن نزهة ولم تكن فسحة، ولكنها كان شديد البأس والضغط عليهم من كل حدب وصوب. ثم لما تم الانقلاب أوذوا إيذاء شديدا بكل صور إيذاء، وكأنهم الآن هم في نوع من الحظر، ليس عندهم حرية تعبير ولا حرية عمل ولا حرية تحرك ولا حرية حتى سفر ولا شيء، فهم في نوع من الحبس بصفة عامة كأسرة. ثم حبس أسامة ابن الدكتور مرسي من حوالي 6 سنوات، لا يعرف أحد التهمة ولا يتمكن أحد من زيارته ولا شيء مطلقا، ولا توجد أي محاكمة عادلة ولا تهمة حقيقية. ثم قتل ولده عبد الله، كان حوالي عنده 24 سنة في حادثة عجيبة مرسومة لا تغيب أبدا يد القتل عن هذه. ثم الآن تلك الأسرة ما زالت في بلائها، ما زالت في ضيقها، ما زالت في حظر الحركة وحظر البيان وحظر الانقلاب وحظر الحياة، ولكنهم يصبرون ويحتسبون عند الله سبحانه وتعالى.